عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم مربى الحمضيات بطريقة سهلة ومبسطة، وتعطيني كمية يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا. المذاق ما عندي ما نحكي لكم عليه، وأيضا القوام تاعو يجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا بمكونات بسيطة بمكونات سهلة. راح نحضروا هذا المعجون ونحتفظوا به لمدة أطول، لأنه حقيقة معجون يستاهل أنكم تجربوه. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي نحتاجو حبة تشينا تكون كبيرة، أنا استعملت هنا 2 في المتوسط، وتستعملوا حبة ليمون تكون كبيرة، أنا استعملت 2 كما راكم تشوفوا. يعني بكميات قليلة راح نتحصلوا على كمية كبيرة من المعجون. عندي هنا سكر حوالي 650 غرام سكر، انا راح نكيله لكم ان شاء الله بهذا الكاس باش الناس كامل يعني تعرف المقدار تاع السكر. بالنسبة للليمون انا حطيته ليلة كاملة في المجمد، لازم نغسلوهم مليح ونديروهم في المجمد، لازم يجمدونا مليح باش نبداو مراحل تحضير الوصفة. نبداو على بركة الله. بسم الله. اول حاجة راح نسكرفج او نبشر الليمون تاعنا، يعني الحبات تاع الليمون كامل نبرشوهم في المبشرة. يفضل انه تكون رقيقة، يعني ما تكونش لخشينة بزاف باش يعني يجينا المعجون مليح. كذلك هذه التدبيرة يعني باش يسهل لنا انه يعني نبرشوه، نحطوا يدينا في الماء سخون، يعني كل ما نبرشوا يعني كمية نحطوا يدينا في المسخون باش تساعدنا انه نتخلصوا من البرودة اللي يعطيها لنا الليمون والبرتقال. انا راح نرحيهم كامل بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. سرعت لكم الفيديو باش يعني ما يطول لكمش. هنا سكرفشتهم كامل، يعني 2 حبات ليمون صغار و2 حبات برتقال في المتوسط، واعطتني هذه الكمية. راح نحطهم هنا في طنجرة تكون من الإينوكس، لأنه ما لازمش نستعملوا الألمنيوم لأنه يتفاعل مع الليمون كما نعرفه. بالنسبة للمقادير هنا راح نضيف أيضا هنا السكر كما ذكرت لكم حوالي 650 غرام. هنا تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا، كل واحد على حسب يعني البرتقال تاعو. اذا كان البرتقال حلو لازم نقصوا يعني كمية السكر، واذا كان يعني مليح يعني نديروا الكمية المعتادة كما راكم تشوفوا هنايا. هنا راح نضيف الكأس الاول وهنا الكأس الثاني، راح تعطيني حوالي 2 كؤوس الا 3 كؤوس الا ربع. يعني الكاس الثالث يعني راح قريب يتعمر، يعني خاصو ربع كما راكم تشوفوا. هنايا حوالي 650 غرام سكر كما راكم تشوفوا، لانه استعملنا الليمون، والليمون كما نعرفوا انه حامض يحتاج الى السكر. بالنسبة للماء راح نضيف ريتل ماء ونص، يعني ريتل ونصف ماء كما راكم تشوفوا. الريتل الاول راني درتو، راح نزيد نصف ريتلة تاع ماء. صدقوني المعجون هذا يجيكم ما شاء الله، يجي بنين ويجي المذاق تاعو رائع جدا. يعني في العاده كنا نديرو البرتقال وحده، لكن مع الليمون عطاه يعني البنه، وهذه الطريقه تعطيكم كميه يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا نحركوه مليح، لازم نحركوا السكر هذاك مليح باش يعني ما يلصقناش في القدر وينحرق معانا. هنا لما نحركوه راح يذوب معانا. هنا حطيته على النار كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما نحطه على النار نخليه حتى يبدا يطيب معايا، ونوريكم يعني مراحل اخرى لتفادي يعني انه المعجون تاعنا يخسر معنا ولا انه ما يجيناش مليح. هنا كما راكم تشوفوا في المرحله هذو راح نحو يعني اللب او عفوا البذور اللي تجي تاع الليمون. هنا كما راكم تشوفوا يعني البذور كانت طلعت للاعلى، راح نحوها بسهوله. كما تعرفون لما يكون متجمد يعني تكون المندرين تاعنا عفوا يكون البرتقال والليمون جامد، ما نقدروش نحولو العظام. هنا بهذه الطريقه راح تصعد للاعلى وتنحوها بسهوله. انا راح نخليه حتى يطيب معايا ونوريكم ثاني مرحله اخرى لازم نعملوها للمعجون تاعنا باش يعني ما يخسرش معنا. كذلك لازم لما تلقاو قطع هكا يعني يكونوا شويه كبار تنحوهم عادي. هنا بعد ما يبدا يطيب معايا كما راكم تشوفوا راح يشكل لي رغوه. هذيك الرغوه لازم نتخلصوا منها باش يعني نتفاداو انه المعجون تاعنا يخسر لنا يعني
نتفاداو انه يخسرنا وما يشدلناش مده طويله. كما راكم تشوفوا هنا المعجون تاعي راه قريب يطيب هنا بعد مرور ساعه. يعني بعد مرور ساعه شوفوا النتيجه، يعني بدا يعني يشرب معايا الماء هذاك، يعني نقص الماء. انا حنخليه حتى يعني يثقل شويه. وهنا كل واحد القوام اللي يحبه، تحبوه ثقيل راح تحصلوا على نتيجه مليحه، تحبوه خفيف يعني راح تحصلوا على نتيجه كذلك مليحه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما برد معايا مليح، شوفوا كيفاش القوام تاعو ولا. تحبوا تخلوه هكا وتحتفظوا به كيما تحبوا، يعني ترحوه. انا نفضل اني نرحيه، لانه لما نرحيه راح يعني نتحصل على معجون او مربى يعني يكون القوام تاعو مليح. كما راكم تشوفوا انا هنايا رحيته بالبراء مكسور بطريقه سهله، تتحصلوا على احلى واجمل ويعني ابن معجون تحضروه بمكونات بسيطه، وتحصلوا على كميه كبيره يعني حوالي اكثر من كيلو. كما راكم تشوفوا يعني النتيجة أمامكم. هنا تحبوا تضاعفوا الكمية يعني ضاعفوا المقادير. كما راكم تشوفوا هنايا أنا راح نفرغه في إناء ونخليه حتى يبرد، وتشوفوا يعني النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها. في الأول راح تشوفوه بهذه الطريقة، لكن بعد ما يعني يبرد راح تشوفوا القوام تاعو يولي ما شاء الله. صدقوني جربته وجاني ما شاء الله، ما ندمتش لاني عملته. انا كنت حضرت من قبل يعني المعجون، كنت حضرته يعني سابقا، لانه لازم يكون بارد باش يعني تشوفوا القوام تاعو. شوفوا النتيجة يعني ما شاء الله، القوام البنة اللون يعني يجيكم ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا راح نوريه لكم يعني الصورة تعبر عن نفسها، يعني رغم انه الكاميرا ما عطاتوش حقه الا انه يعني جا ما شاء الله. شوفوا القوام تاعو يعني روعة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوه، لانه حقيقة يستاهل التجربة. يعني بمكونات بسيطة، تقدروا بحبة ليمون وحبة شينا يكونوا كبار تستعملوهم وتحصلوا على نتيجة ولا اروع. والبنة ما عندي ما نحكي لكم، اللون راح يتبدل كما شفتوا هنايا، شوفوا اللون تاعو، لكن راح يتبدل ويولي اللون تاعو يعني مليح. انا حنخلي هذاك يبرد معايا ويشد روحه، يعني نحطه في الثلاجة ونوري لكم القوام بعد ما يعني بات لي كيفاش ولا لي المعجون ان شاء الله. اذا الى وصلتوا لهنا ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمي والبارطاج مع الناس اللي تحبوهم باش تعم الفايده الى على الجميع ان شاء الله. بالنسبه اللي درتو معاكم هاي لك النتيجه بعد ما يعني برد معايا، اعطاني يعني باش نحكي لكم يعني البنه واللون يعني جا ما شاء الله، جا رائع. هنا ماهوش بارد يعني ب100%، يعني ما مازالوا جديد، يعني كل ما يبقى كل ما يعطيكم نتيجة أروع. إذا كان الفيديو عجبكم كما سبق وذكرت لكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعليق يحفزني اني نحط لكم دايما جديد، واللايك باش يخلي الفيديو تاعي ينتشر بكثرة، والدعاء لي ولوالدي ولكل الأخوات والأحباب بالشفاء، ولأمواتنا بالرحمة. وأكيد بلا ما ننساو شهر رجب، شهر الدعاء، شهر الرزق، شهر الخير. إن شاء الله ربي يرزقكم ويرزقنا. وكما دايما نقول لكم أبشروا فالخير قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، نشكركم بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.